أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة والتاريخ. سنة 1909 عثر في مدينة إتريب التابعة لمحافظة القليوبية على تمثال غريب جدا من البازلت الأسود. لحد هنا والموضوع يبان عادي جدا، لكن اللي مش عادي إن التمثال يطلع مكتوب عليه مجموعة من الكتابات والرموز والتعويذ السحرية اللي خلت كتير من الناس يخافوا يقربوا منه. حتى كتير من المرشدين السياحيين اللي بيروحوا المتحف المصري يخافوا يقربوا منه. إيه قصة التمثال ده؟ وهل الأساطير اللي بتتقال عنه حقيقية؟ ده اللي هنتعرف عليه في حلقة النهاردة اللي أتمنى إنها تعجبكم. التمثال يعود للملك ديجيت حور من العصر المتأخر، وبالتحديد للملك بطليموس الأول، أول ملوك البطالمة في مصر. التمثال من أشهر القطع الفنية الموجودة في المتحف المصري، حيث اكتسب التمثال شهرته من الإشاعات الكتير اللي انتشرت عنه، زي إن التمثال مسحور أو إن اللي بيبص عليه كتير بتصيبه لعنة. وحكايات كتير زي إن بعض المرشدين اتكلموا إنهم حصل لهم زي تنميل في جسمهم لما وقفوا قدام التمثال، وده كله كلام يسهل قوله ولكن يصعب إثباته. وإيه حكاية التعويذ اللي موجودة على التمثال؟ في البداية لازم نعرف إن التمثال يحمل الصفات الفنية لما يسمى بألواح حورس الطفل، واللي ظهرت في نهاية عصر الأسرة التمنتاشر وانتشرت بكثرة في عصر الأسرة التلاتين وعصر البطالمة، وكانت بتستخدم لأغراض علاجية، خاصة لدغات الحيات والعقارب والزواحف السامة. وده نموذج لألواح حورس الطفل موجود حاليا في متحف الحضارة. يظهر فيه حورس الطفل وهو دايس برجله على تمساحين متقابلين، كل واحد فيهم بيبص عكس التاني، وهو ماسك حيتين وأسد في إيده الشمال وحيتين وغزالة في إيده اليمين. وفوق رأس حورس الكيان المقدس بس، رمز الحماية للأطفال، وعلى يمين وشمال حورس نصوص سحرية لحمايته. أما عن سبب ظهور ألواح حورس الطفل، فالأسطورة بتقول إن إيزيس وحورس كانوا مختبئين في أحراش الدلتا، وقد أصيب الطفل حورس بلدغة تعبان أو عقرب، وصرخت إيزيس من أجل المساعدة لعلاج طفلها، حيث كان يمر أمامها قارب الخلود، وهو قارب الشمس الذي تسافر فيه الرموز المقدسة إلى السماء، حيث وقف أمامها قرص الشمس ولم يتحرك من مكانه، وساد الظلام في الكون. وتم إرسال تحوت رب العلم والمعرفة ليساعد إيزيس ويعالج حورس، وقام تحوت بعلاج حورس حتى خرجت السموم من جسده وتم شفاؤه. ثم استكملت الشمس رحلتها وساد النظام في الكون. ومنذ هذه الحادثة تم اعتبار حورس رمز للشفاء، حيث تقول الأسطورة أيضا أن حورس بواسطة الكتابات والرموز السحرية يستطيع دفع قوى الشر والتغلب عليها. ويقول الكاتب البريطاني جيرمي نيدلر في كتابه معبد الكون أن ألواح حورس الطفل هي جزء من طقوس السحر في مصر القديمة. ولو بصينا على تمثال ديجيت حور هنلاقي إن عليه كل الرموز الموجودة في ألواح حورس الطفل، فهنلاقي إن الكاهن جالس وقدامه لوحة مرسوم عليها الطفل حورس وهو يضع قدمه على تمساحين، كل منهم بيبص في اتجاه مختلف. والتماسيح في العالم النجمي رمز الخطر الخفي الذي لا يراه الإنسان، لأن التمساح بيفضل متخفي تحت المية وما بيظهرش غير وهو بينقض على فريسته. عشان كده حورس واقف فوق التمساحين كرمز للتغلب على أسباب الأمراض الخفية، وماسك في إيده الشمال أسد وهو رمز الشراسة، وفي إيده اليمين غزالة وهي رمز الطيبة، وكلا الصفتين من صفات النفس البشرية. وكأن النقش يقول أن حورس تغلب على أسباب الأمراض الخفية وسيطر على جوانب الشراسة والطيبة في نفسه، بحيث لا تطغى صفة على الأخرى، وأنه متوازن في استخدام جوانب نفسه. وفوق حورس يوجد رأس الكيان المقدس بس، المسؤول عن حماية الأطفال، وهو من أجل حماية الطفل حورس حتى ينتهي من مهمته. والتمثال مغطى بالكامل برموز تخاطب العالم النجمي، وأكثرها رموز لحيات وعقارب، حيث كان الكهنة المصريين يعرفون كيفية التعامل مع هذه الأمراض الخفية، حيث كان يقوم الكهنة بصب الماء فوق التمثال وترك الماء ينساب ويتجمع في حوض التمثال الذي يوجد أسفل أقدام حورس، حيث يتفاعل الماء مع الرموز الموجودة على التمثال ويتم شحن الماء بطاقة هذه الرموز القوية، ثم يعطى الماء للمريض ليشربه أو يستحم به، حيث تقوم الطاقة الموجودة في الماء
بإحداث التوازن داخل الجسم وشفاء المريض من الأمراض الخفية، وده زي اللي بيحصل دلوقتي في الكنايس من شرب الماء المقدس لإزالة أمراض خفية زي السحر والجنون، وزي ما بيحصل في الدين الإسلامي برضه من قراءة بعض الآيات القرآنية الخاصة بالسحر أو الحسد على إناء من الماء ثم يغتسل به المريض أو يشربه عشان يتم شفائه من المرض الخفي أيا كان اسمه، سواء كان سحر أو حسد أو جنون. ده بيأكد لنا إن أغلب العادات الدينية أصلها واحد، سواء كانت الديانات السماوية أو الديانات القديمة التي لا نعلم عنها إلا القليل. وده يرجعنا للسؤال الأساسي: هل الأساطير اللي اتقالت على التمثال حقيقية ولا مجرد خرافات وإشاعات؟ خصوصا مع الابتسامة الهادية المرسومة على وجه التمثال اللي ما نعرفش إيه سرها. هل ده عشان يطمنك ويديك طاقة إيجابية، ولا بيسخر منك عشان لو لمسته واستهزأت بقوته تصيبك لعنته؟ مستني الإجابة منكم، أو لو حصلت لكم مواقف مع التمثال احكوها، جايز نعرف السر. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الحلقة اللي أتمنى إنها تكون عجبتكم.